الدين بنرحب فيك بالامارات اليوم. تسلم يا علي، شكرا كثير. اشتقنا لك، نحن ما بنشوفك الا من سنه لسنه. شايف، سفر 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 يعني، بكل بلد إلي شيء، فرمضان كريم ورمضان بالبلاد ما في أحلى منه. سفر ودعايات. دعايات لشو؟ اعلانات. يعني تقريبا. قصه الاعلان هيدا اللي عمليته، هيدي قصه بخره النجوم. سفينة النجوم، أنا سفيرة دانكن دونتس هون بالشرق الأوسط، ونحن هلأ السبونسر البلاتيني لسفينة النجوم هيدي السنة، فمشان هيك بتلاقيني مع سفينة النجوم ومع دانكن دونتس. هيدي اللي بيعملوها على الام بي سي، هيدي كمان رحله حيكون فيها نفسها، اي نفسها ليوسف حرب، وهلا عم نحضر طالعين بالشهر الثامن. نفسها ليوسف حرب، هي نفسها. مدعوين نحن؟ اكيد، اهلا وسهلا فيكم ولو. طبعا. طيب سوزان، انت هلا عندك 3 مسلسلات. كيف الممثل انه بيشترك ب3 اعمال؟ يعني انا بس سؤال بساله، انه ما بيتشتت مثلا؟ لا، انا عملت بس مسلسل هيدي السنه، المسلسلين هدوك واحد منهم عملته السنه الماضيه بس انعرض هيدي السنه، والمسلسل الثاني عملته هي السنه مع شوق، بس عملت 7 حلقات منه وسافرت على امريكا ما كملته لانه هو سباعيات، فعملت بس 7 حلقات ورحت. طيب والمسلسلين المصريين؟ هيدا هو واحد مصري اسمه قضاة عظماء، عملت منه 7 حلقات وسافرت ما قدرت كمله لانه كان لازم اشوف الاولاد، ولازم اخذ اجازه بعد التعب. ومسلسل عرايس خشب مع مجدي كامل ومجموعه كثير كبيره من نجوم مصر، هلا كمان عم نعرض على الحياه، اثنيناتهم عم يعرضوا على الحياه بمصر وعاملين جو كثير حلو الحمد لله. فهيدا عرايس خشب كنت عملته السنه الماضيه مش هي السنه. بتحسي المسلسل اذا ما بينعرض على قناه فيها انتشار بينظلم؟ 100% 100%. هلا اوقات كثير اعمال مهمه اذا ما انعرضت على محطات مهمه بيروح 50% من نجاحها. 50، تخيل علي، 50 هي حقيقه للاسف. مسلسل شوق وصل بيان صحفي انه سوزان نجم الدين ابدعت وكذا، يعني بيان طويل عريض. مين اللي ارسل هذا البيان؟ ما بعرف مين ارسله، بس اذا بتشوف السوشيال ميديا كلها واراء الناس، اراء المجتمع، اراء الناس اللي ما بنعرفها، كله حكى هذا الحكي، فيبدو البيان جاي من الناس وجاي من السوشيال ميديا. انا قريت كذا بيان مش بيان واحد، قريت بيانات وقريت اراء وقريت والناس عم تبارك لي من كل صوب وحد، والحمد لله على الدور، لانه دور اولا انا متعامله معه بطريقه كثير جديده، عامله اداء كثير جديد ما عملته قبل، طالعه بشكل كثير جديد ما طلعت فيه قبل، طالعه بدون ميك اب، مش بس بدون ميك اب، مشوه حالي يعني، طالعه بدور حقيقي مليار بالمية، يعني وحده من يعني سبيه مخطوفه من داعش، فدور جريء جدا جدا جدا، وعامله فيه اداء داخلي جدا، يعني اداء حقيقي كثير. واكيد رشا شربتجي المخرجه العظيمه لها دور كبير بهذا الاداء، لانه كانت حريصه على كل حدا فينا بهذا العمل انه طلع شيء جديد ما طلعه قبل، وهذا الشيء اللي صار. فمش البيان اللي بيقول لك انه سوزان شو عملت، اراء الناس، ردود الفعل، الاستفتاء اللي صار من ناس ما بنعرفها، وطلعت الاسهم تبع روز يعني للسما الحمد لله، فالحمد لله بشكر ربي على هيدا العمل وعلى النجاح اللي حققه. طبعا نحن اكيد شفنا وسمعنا وتابعنا هذا الشيء فعلا، يعني كان دورك كثير كثير رائع، وهذا الكلام 100%. بس ما بيكون في نوع من الظلم لزميلاتك او شيء معك بالعمل مثلا؟ شو نوع الظلم او قصدي يعني انه مثلا انه زملائك بيتضايقوا من هذا الشيء؟ انه اذا انا لا مش هيك، من البيان. اي بيان؟ ما بعرف اي بيان عم تحكي، ان نحن ما عم نحكي عن بيان، نحن عم نحكي عن نتيجه حقيقيه، النتيجه الحقيقيه هي اللي احكي فيها. انا اذا انت نجحت اكثر مني بدي انبسط لك، هيدا جهدك وتعبك، انا اذا نجحت اكثر منك مفروض تنبسط لي. بعدين ما حدا بينجح لحاله، نجاحي هو نجاحك ونجاحك نجاحي، يعني كلياتنا نجاحنا مشترك، كل ما واحد نجح اكثر بالعمل هذا نجاح للعمل ككل. زان، انت فنانه متمرسه ويعني عندك خبره فظيعه، يعني انت يعني امام بتاكلي الكاميرا، يعني
يعني طبعا ادائك ما في حدا يحكي عليه يعني، وهذا يعني بنرفع لك القبعه بصراحه، مش مجامله، بس انا بس حبيت حركش قد ما بدك، ما حيطلع غير الشيء الحلو مني. لا انا مش انا عم بستوضح عم بستوضح ايه. معك كامل حريه علي، اولا انت صديقي جدا بحبك كثير، وثانيا عن جد انا ما عندي اي مشكله مع اي سؤال بالعالم ابدا. طيب هلا وين عايشه انت؟ بالطياره، واحطه حيث العمل، والله هي حقيقه. اي انا عايشه بالطياره فعلا، بس ناقصني طياره خاصه. انت امراه بزنس، ودائما تقتنصي الفرصه الصح، ما بتضيعي وقت. ايه ما بحب ضيع وقت، انا كثير بحترم الوقت، بحترمه كثير. يعني انا الثانيه بتمر بحياتي مش اليوم، اذا يوم مر بحياتي ما عملت شيء هي جريمه بالنسبه لإلي. لا في شيء، شو يعني ما عملت شيء؟ يعني ان شاء الله استمتع لحالي، ان شاء الله انبسط، ان شاء الله اعمل شيء على صعيد العيله، على اي صعيد لازم اعمل شيء. انا حتى ريلاكس هو شيء بحياتي، يعني مقسمه وقتي بحيث انه العمل عمل، ريلاكس ريلاكس، الرفقه رفقه، الاولاد اولاد، كل شيء لحاله. شو عم بتتابعي مسلسلات؟ للاسف ولا شيء، حتى مسلسلاتي ما تابعتها. سؤال، شو رايك بمقالب رامز؟ ما بحبها ولا بحترمها ابدا. ما بحبها، ما بيصير معي، هاي ما حيصير، لانه ما حقبل كون جايتك. ايه ما حقبل، لانه انا برايي عم برخص من قيمه الفنانين اللي معه، انا هيك رايي، انا هذا رايي الشخصي. نجوم كبار عم بيطلعوا، قد ما كان مع احترامي للجميع، انا برايي الواحد بيروح ليتبهدل؟ لا، ما في داعي ليروح يتبهدل. يعني كلنا بنعرف انه تمثيل، سوري، كلنا بنعرف انه الكل بيعرف انه هيدا هيك حيصير تقريبا يعني. فانا ليش لحط حالي بمأزق وليش ببهدل حالي؟ لا ماني مضطره بهدل حالي. انا كثير نجوم للاسف زعلت كثير انهم موجودين، بصراحه زعلت كثير وما حبيتهم يكونوا موجودين. انا ما حضرت الحلقات كامله، حضرت مقاطع على الانستغرام وعلى السوشيال ميديا وضايقت عليهم. ما بحب شوفهم بهالمنظر. هيدا نجم، هيدا ستار، هيدا قيمه فنيه، قيمه اجتماعيه، ما بصير تجيبوا وتبهدلوا قدام العالم، ما بصير تشرشحوا، عيب. كل التوفيق. ثانك يو. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير، بتمنى لكم المحبة والسعادة والفرح والاستقرار والأمن والأمان إن شاء الله بهذا الشهر الكريم وبكل يوم، ومن هالشهر للشهر القادم السنة القادمة. بتمنى لكم كل اللي حكيتهم وضلوا بخير يا رب. بحبكم كتير. سوزان نجم الدين.